بعد هذين الظهورين امام عمان والكويت، وضع منتخبنا يجعلنا نزيد من حجم التفاؤل بان منتخبنا سيذهب مباشره الى كاس العالم؟ نعم. بصراحه. نعم بصراحه انا اشوف هاي اول مره اشوف المنتخب العراقي يلعب شوطين بنفس الكفاءه وبنفس يعني الاندفاع. احنا لو لاحظنا المباراه اللي كانت مع عمان، الشوط الثاني الفريق العراقي كان مش موجود تقريبا، يعني نعم. حتى ما وصلنا السنتر يعني نعم. ما هذه. نعم. لكن اليوم رغم النقص العددي هذا يعطيك مؤشر انه الجهوزيه البدنيه للفريق العراقي بدات ترتفع، وهذا مؤشر جيد. الشوط الثاني يعني حقيقه كان يعني من صالحنا، كان ممكن احنا هذه. هو ليش انت تفضلت قلت انه بالبدايه راد يلعب 5؟ شوف اكو التفاته حلوه سواها كاساس، نزل اللاعبين قبل ساعه ونص للملعب. نعم. نزلوا حتى يمتص يعني الصدمه مال الجمهور. هاي هو ايش راد كان يسوي؟ من لعب البدايه 5 كان يلعب على عامل الوقت. هو كان يتوقع انه حيضغطون الكويت، مع مرور الوقت هو يلعب على عامل الوقت، مع مرور الوقت راح يبدي يحرر اللاعبين، يعني الاسلوب اللعب راح يغيره. لكن هو تفاجئ من اول دقيقتين حالة الطرد، فاي فما خلى يعني هذه. انا اعتقد الفريق العراقي نطمن الجمهور. نعم. انه الفريق العراقي راح يكون ورقه ناجحه، وان شاء الله يعني ناخذ لنا بطاقه للتاهل. نعم. على المستوى اللي شفناه، على مستوى اللاعبين، على مستوى المجموعه اللي معانا. نعم. احنا قادرين انه نتجاوز المجموعه هذه. نعم. ان شاء الله. ارجع الى